نسأل الله عز وجل القبول ونسأل الله عز وجل النصر لنا ولأمتنا الإسلامية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله للأستاذ محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية. وفي كل مرة كان الاحتفال بالقادة في يوم العاشر واليوم آن الأوان أن نحتفل بالشعب الذي هو البطل الحقيقي لهذه الحرب، ومع حوار مع الأبطال والمجاهدين في هذا الحرب. فليتفضل أخينا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عم احمد ربنا يبارك له، انا طلبت منه ان احنا نعمل حوار وهو قال انا مرهق يعني تعبان، فهو راجل حاسس بينا يعني. فعشان ما نطولش بس على يعني ابطالنا وابائنا، طبعا ان هم كلهم يمكن فيهم الاكبر من والدي، فنشكر الله سبحانه وتعالى ان هم يعني فضلوا عايشين لغايه ما شرفونا ان احنا نكرمهم في هذه الايام. فاحنا كده بالترتيب يا اخوانا يعني هنتعرف على ابطال حرب اكتوبر ونعرف الاسم بتاعه ونعرف هو كان سلاحه ايه والحاجات دي. بشر خلف عبد العال سلاح مشمكين. عبد الكيس سليمان سلاح خدمات طبية لغاية ثانوي. وعم سليمان طبعا صوته تعب شويه فاحنا نعذره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن احمد عبد الله، كنت في اللواء 109 الكتيبة 86. الكتيبة دي موقعة 86 ده الطيارة، ويشهد عليا الناس اللي موجودين دي كبار دول. حسن حسن خليل دفاع جوي. جريدة الفضائي قوات بحرية حضور حرب الاستنزاف مع هندسة اكتوبر الحمد لله رب العالمين. علي عبد العزيز الدفاع الجوي توجيه الآن. يعني احنا بنشكر الناس الموجوده دي كلها. احنا كنا نفسنا نعمل مع كل الناس. عم محمود يا نهار اجرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود عبد الله رشوان، جندي مجند 30/3/69 خارج 75. كان لي الشرف في قصر عساف يابوري قائد الدبابات الاسرائيلي، والحمد لله. هو فريد مصطفى سلاح المهندسين. هو فريد مصطفى سلاح المهندسين. اللي فتحنا خطبه ليه في البشريين الحاجات دي كلها. جينا للمنطقه اللي هي كانت النبار في القناه. يعني احنا دلوقتي يا اخوانا عرفنا اسامي الابطال دول. انا بقول ان هم ابطال، هم بالفعل ابطال. فاحنا كده يعني السؤال هيشتركوا فيه كلهم كده ونعرف اجابه كل بطل من دول على السؤال. يعني عايزين نشوف كده ابرز المشاهد اللي شافها مثلا عم بش في حرب اكتوبر وما يقدرش ينساها، ويحكيها لنا كده بسرعه ان شاء الله. قصر العساف يابوري في منطقه الرياح اللي هي قريبه من منطقه القناه. في منطقة الرياح أثرنا الدبابات اللي هو بالكامل. جزاكم الله خير عم بش. اتفضل كده عم على فكرة أنا كنت في اللواء المدرع. اللواء المدرع ده كان فيه عسكري اتبلق بين 5 عساكر إسرائيليين، موت 3 فاضل 2، موت الثالث فاضل الرابع والخامس. يعمل ايه؟ مسك في رقبة الرابع لدرجة ان هو ما سابهاش وبقى يمص دمه لغاية ما انتهى، وموت الخامس. ده من المشاهد اللي انا شفتها انا شخصيا. احنا حضر لنا بطل جديد نتعرف برضه على اسمه ونعرفه.
السيد احمد بطريق 96 بتاع جوجل. طب عم السيد يعني يقول لنا كده على مظهر كده ومنظر يعني شافوا حرب اكتوبر ومش ممكن ينساه لغايه النهارده. احنا كنا محتاجين في السويس، وبعدين طلع طياره هليكوبتر اللي هي انضربت في اول طلعه، عمل لها كمين وانضربت، وبصينا لقينا جالنا قائد وبعدين جيت قبل اول ضوء قال الكتيبه دي لازم تتحرك عشان في اعلى تنين مهم هيحصل عليها. رحنا رجعنا ورا في الخطوط اللي ورا، رحنا شفنا القناطر واتعمل كمين مدفعيه حوالين الكتيبه بتاعتنا، واصلح المهندسين عمل دشم وعمل صواريخ اللي هي الهيكلي، وكانت اي طلعه على الكتيبه بتاعتنا اقتضتها للمدفعيه. شكرا عم السيد. عم حسن بقى يقول لنا منظر حلو كده شافوا حرب اكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من المناظر اللي كان لنا زميل اسمه السيد شفيق من المحكة. الزميل ده كان قبل المعركة كان شغال في ميز الضباط. ميز الضباط معروف ان بيبقى بياكل كويس وبيعطى من الخدمات وحاجات كتير يعني من ذلك. العسكري ده دخل لقائد الكتيبة وقعد يبكي، قال له انا عايز اكون مع زمايلي في الموقع، وقعد يتحايل ويتحايل على القائد. القائد بعد حصل غارة، كان اول الشهداء السيد شفيق، لقيناه يعني احنا منظره من فوق اكيد ما فيش حاجه، بنشيله لقينا جنبه من الدم، بطنه كلها دم. انا عايز اتكلم على الحدث اللي هو حصل الساعه 2:05. يعني لو سالوني اي الايام اسعد ايامك اقول لهم يوم 6 اكتوبر الساعه 2. كما قال الشاعر: يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالجهاد تلعبه. وبعدين الحاجة الثانية كمان احنا كنا قلنا، يعني انا بتأسف اولا للشباب الموجود كله اللي حضر ثورة 25 يناير. احنا كنا ويمكن زمايلي كلهم اللي موجودين دول كنا بنقولوا بعدنا ما حدش هيحارب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايز كده ان خط للناس حيطان يعني بيبقى خط منيع جدا، ففي كل الفلدان شارك تحت منه بالظبط ماسوره نضال على عمق 10 متر. فالمقدم بتاعنا قال يا جماعه طب انا عايز اسد الماسوره ديت، قلنا له ده ساعه هتتسد الماسوره دي، لان حوالينا لغمين واحد منهم مضاد للافراد واثنين مضاد للدبابات. انا دوست على واحد مضاد للافراد وقطعت رجلي عشان نلاقي فيه اللي جنب مني، لانه كنا اثنين لابسين حاجات ضوابط بشريه عشان نصد الماسوره دي، وحطينا الفيل ده نشرب الميه يدخل تسد الماسوره دي. لو طلعت الماسوره دي على القناه الميه دي هتبقى نار واحد، كل المصريين هيتحرقوا. فكنت في معبر 31 عند معبر 31 ده فتحناه الحمد لله. يعني عم حسن خلود برضه يقول لنا مشهد كده من مشاهد حرب اكتوبر. كان بتاعك ابو الاسد كيف كان شكل طيارات؟ ربنا يكرمك يا عم حسن. طب اتفضل، يعني المحارب البطل هو كان معاه تقريبا نشان، هو هيقول لنا معاه ايه؟ لا هو طبعا كنت قائد جماعة استطلاع في اثناء حرب الاستنزاف واثناء دخول القوات بتاعتنا في 73. وكنا على اول الطابور توفيق طبعا في السويس. وطبعا يعني كان كل قواتنا معتمدة علينا على اساس ان احنا بنمهد للاستراحة. ووصلت انا خلال الفترة دي. يا عم باشا ربنا يجزيك خير على الطريق ويخلفك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا كنت في مركز القيادة الرئيسي في الجروشي، وطبعا اللي كان قايم بالشغل كله الخبراء الروس. فجاء الرئيس محمد انور السادات طلع الروس